السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة الفجر لصناعة بطاريات الدواجن وتأسيس العنابر. احنا حاليا بنقفل خلية 2 متر في متر، سمك 15 سنتي لأحد العملاء. طبعا احنا هنا بنقطع الصاج طبقا لمساحة الخلية او حجم الخلية. بعد كده بنملي هنا سيليكون حوالين داير عشان نملع ونعيق تسريب المية. نخلي بالنا ان في زباين كتير اشترت خلايا من بره، وبعد ما بتشتري الخليه بتروح تلاقي الخليه تجيب ميه من هنا من الجنب، فاحنا نراعي ان احنا نملى سيليكون بطريقه كفايه هنا. طبعا الورق ده ورق النيل اهو، الورق ده ورق النيل. طبعا الخليه لسه بتتقفل. عامه احنا هنا في الخليه دي ضفنا اللي هو مخرج السيفون اللي هو ده، تمام. ده هنا بيركب سيفون، هنركبه لحظات اهو كده. السيفون ركب، ده الصرف بتاع الخليه. طبعا احنا بنركب سيفون علشان يبقى مرن في الحركه يمين او شمال، بحيث احنا بقدر الامكان ما نحكمش العميل ان هو يحط البرميل تحت الخليه مباشره، لان الخلايا اللي بتطبع بره بيكون الصرف ما ينفعش يركب فيه السيفون. بيكون صرف عباره عن حاجه مربعه كده حديد ايا كان، ما ينفعش يركب فيها يركب فيها سيفون. احنا هنا طورنا من الشغل، بقينا نجيب مخرج السيفون ونركبه، تمام. فبنحكم العميل، مش بنحكم العميل ان هو يحط البرميل مباشره تحت الخليه. طبعا احنا بفضل الله بنقفل جميع المقاسات وجميع الاحجام من الخلايا. الخلية دي 2 متر قلنا في متر. مؤسسة الفجر لصناعة بطاريات الدواجن وتأسيس العنابر. كده الخلية بعد ما خلصت واتقفلت خالص، الخلية كده بعد ما خلصت. طبعا احنا نراعي ان احنا نكون عاملين خرام الماسورة لفوق، ونراعي ان الغطا بتاع الخلية يكون جوه المراية علشان بقدر الامكان يضيق المسافة على الورق هنا ويمنع تسريب المية من فوق، تمام. هنا الناحية التانية من الخلية الجنب التاني. الورق ده ورق النيل، سمكه 15 سنتي. مؤسسة الفجر صناعة بطاريات الدواجن.